الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نظرا لتعقيد المطلب ولأسئلة بعض الإخوة وطلبهم، فنحن نعيد الدرس السابق، نعيد كل الدرس ولكن بتوضيح أكثر، لأنه أنا اعتمدت في بعض المطالب على ما سبق الكفاية. بعض هذه المطالب مثلا مذكورة في كتاب أصول الفقه للمظفر رحمه الله. فنذكر مقدمتين. المقدمة الأولى في الإطلاق والتقييد. تقابل الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم، فمحلهما ذلك المورد الذي يكون قابلا للتقييد. إذا كان المورد قابلا للتقييد فهنا هذا التقسيم يجري. إذا قيد بذلك القيد الممكن كان مقيدا، وإلا فهو مطلق. مثلا الرقبة يمكن أن تقيد بالإيمان ويمكن أن لا تقيد، فإذا قال أعتق رقبة مؤمنة كان الحكم مقيدا، وإذا قال أعتق رقبة بدون التقييد كان الحكم مطلقا. فالإطلاق ليس مطلق عدم القيد، بل الإطلاق هو عدم القيد في مكان يمكن فيه ذلك القيد. مثل العمى ليس عدم البصر مطلقا، والآن هذا الجدار لا يبصر، هل هو أعمى؟ لا. لماذا؟ لأن تقابل البصر والعمى تقابل الملكة والعدم. في المورد الذي يمكن البصر كما في الإنسان، إذا في هذا المورد لم يكن البصر صدق العمى. لذا نقول للإنسان البصير، يعني الذي لا يرى، أعمى. البصير بالمعنى المصطلح. للإنسان الذي لا ينظر ماذا نقول أعمى. أما للحائط، لهذه الطاولة، لهذا الدفتر لا نقول أعمى، معناه هذا أيضا لا ينظر. فتقابل الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في أنحاء قيود المتعلق. القيود المأخوذة في صحة العمل، بحيث لا يسقط التكليف إلا مع اتيان العمل مع ذلك القيد. هذه القيود على قسمين. القسم الأول القيود التي يمكن تقييد العمل به في لسان الدليل. القسم الثاني قيد مطلوب. هاي نقطة مهمة. قيد مطلوب، صحة العمل، سقوط التكليف متوقف عليه، لكن لا يمكن أن يؤخذ في لسان الدليل وأن يقيد العمل والشيء به. ما هو الملاك في هذين القسمين؟ الملاك في ذلك أنه القيد إذا كان يمكن تصوره، يعني يمكن تصور الشيء مقيدا بذلك القيد، ويمكن تحقق ذلك الشيء مع ذلك القيد في الخارج بدون وجود أمر أصلا، فهذا القيد يكون من القسم الأول الذي يمكن أخذه
في لسان الدليل، ويمكن تقييد المتعلق أي متعلق الأمر به. بعبارة أخرى يمكن تقييد الواجب به. مثلا نفس المثال الإيمان، لو لم يكن هناك أمر هل يصح تقسيم الرقبة إلى المؤمنة وغير المؤمنة؟ يمكن. هل يمكن تصور تقيد الرقبة بالإيمان؟ نعم. في التصور نتصور أصلا لو لم يكن أمر بأعتق رقبة يمكن أنه أنا أتصور الرقبة مقيدة بالإيمان، ويمكن أن أتصور الرقبة بدون تقيدها بالإيمان، الرقبة غير المؤمنة. وفي الخارج بلا أن يكون هناك أمر يمكنني أن أعتق رقبة غير مقيدة، ويمكنني أن أعتق رقبة مقيدة. فهذا القيد وهو الإيمان يمكن أن يؤخذ في الشيء، يعني في عتق الرقبة في لسان الدليل. فالمولى يتمكن أن يقول، لأنه هذا القيد صار من القسم الأول، المولى يتمكن أن يقول أعتق رقبة مؤمنة. شوفوا القيد وين جابه؟ جابه في لسان الدليل. قيد الواجب في لسان الدليل بقيد الإيمان، قال أعتق رقبة مؤمنة. في هذا القسم إذا شككنا في اعتبار الإيمان، المولى قال أعتق رقبة، واحتملنا بأن الإيمان يكون معتبرا، بأن هذه الرقبة الواجبة تكون مقيدة بماذا؟ بالإيمان. فهنا نأتي إلى الدليل. إذا رأينا بأن الدليل مطلق ولم يقيد بالإيمان، المولى قال أعتق رقبة، ما قال أعتق رقبتان مؤمنة، فهنا نتمكن أن نتمسك بإطلاق الدليل لنفي ذلك القيد المشكوك المحتمل. لماذا؟ لأنه إذا كان لقيد الإيمان دخل في غرض المولى، دخل في مصلحة الواجب، فالمولى كان يتمكن أن يقيد ويقول أعتق رقبة مؤمنة. فما دام لم يقيد فهذا القيد، هذا الإيمان لا دخل له في مصلحة الواجب، في غرض المولى. هذا هو القسم الأول، تعريف القيد من القسم الأول وأثاره، اللي هو التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار ذلك القيد من القسم الأول. أما القسم الثاني من القيود هي قيود، ويمكن أن تكون هذه القيود معتبرة في الغرض، يمكن أن تكون هذه القيود معتبرة في الامتثال، فبدون هذه القيود لا يتحقق الغرض، لا يسقط الواجب، لا يتحقق التكليف، يعني لا يتحقق امتثال التكليف. ولكن هذه القيود لا يمكن للمولى أن يأخذها في لسان الدليل وأن يقيد الواجب بهذه القيود. ما هو الملاك في هذه القيود؟ هي تلك القيود التي لا يمكن تصورها ولا تحققها في الخارج قبل الأمر. بدون الأمر هاي القيود لا تتصور، ولا يمكن تحقق العمل في الخارج مقيدا بذلك القيد قبل الأمر بدون لحاظ الأمر. مثل قصد القربة. قصد القربة نحن عرفناه بماذا؟ قلنا قصد المعتبر فيه محتملات. يعني نرجع إلى بداية الوصول، ذكر مطالب جميلة بالنسبة إلى المعاني المتعددة. الشيخ الراضي رحمة الله عليه على أي تقدير قصد القربة نحن عرفناه بماذا؟ عرفناه بقصد الأمر. قصد القربة يعني أنت عندما تصلي صلاة الصبح مع قصد القربة، يعني شنو؟ يعني الداعي لك الذي دعاك إلى الاتيان بالصلاة شنو هو؟ أمر الله تبارك وتعالى. فالصلاة تنقسم إلى قسمين: يمكن أن تصلي بدون أن يكون داعيك إلى هذه الصلاة،
أمر الله تبارك وتعالى. هذا قسم الصلاة غير المقيدة بقصد القربة. وهناك قسم آخر وهي الصلاة المقيدة، ويمكنك أن تصلي، أن تأتي بالصلاة بداعي الأمر الذي صدر من المولى تجاه هذه الصلاة. فشوفوا هذا التقسيم أكو أو لا؟ هذا التقسيم أكو، ولكن هذا التقسيم إنما يكون معقولا بعد الأمر. قبل الأمر بدون أن نلحظ وجود أمر في البيت. هل تنقسم الصلاة إلى صلاة مع قصد الأمر وصلاة بدون قصد الأمر؟ أمر ماكو، يعني شنو صلاة مع قصد الأمر أو صلاة بدون قصد الأمر؟ فقصد القرب اللي هو معناه قصد الأمر، قصد امتثال أمر المولى، هذا القيد. قلنا شلون قيد؟ لأنه يمكن أن تقيد الصلاة، أنه الصلاة الوجوب الصلاة مع قصد القرب، اتيان الصلاة بداعي أمرها، اتيان الصلاة بقصد امتثال أمر الله تبارك وتعالى. يمكن أن تقيد الصلاة بهذا القيد ويمكن أن لا تقيد، ولكن هذا التقييد متى يعقل؟ بعد تحقق الأمر. أما قبل تحقق الأمر فأصلا لا يتصور الصلاة، وأنه لا يتحقق. يعني أنت ما تقدر تصلي في الخارج صلاتين، في مرة تصلي مع قصد الأمر، في مرة تصلي بدون قصد الأمر. يمكن ذلك بخلاف أعتق رقبة مؤمنة. أصلا يكون هناك أمر، أنا أتمكن أن أعتق رقبة مؤمنة وأتمكن أن أعتق رقبة غير مؤمنة. بخلاف الصلاة إلى القبلة، أصلا ليكون هناك أمر، أنا أتمكن أن أصلي تجاه القبلة وأن أصلي خلاف القبلة. فليكون هناك أمر، أتمكن أو لا أن أصلي في جلد ما لا يؤكل لحمه أو في جلد ما يؤكل لحمه، أن أصلي مع ثوب طار أو أصلي مع ثوب النجس. هاي التقسيم مو بلحاظ الأمر، أما التقسيم بلحاظ قيد قصد القربة وعدمه إنما هو بعد لحاظ الأمر. فالملاك في القسم الثاني من القيود هي القيود التي تنشأ وتنبع من نفس الأمر. بعد أن تعلق الأمر بالصلاة تحدث هناك تقسيمات جديدة للصلاة. فهاي القيود متأخرة رتبة عن ماذا؟ عن الأمر. لذا لا يمكن أخذها في متعلق الأمر، لأنه قلنا الأمر من الأمور التعليقية. هل يمكن الأمر بدون وجود مأمور به؟ أمرك به. شوفوا أكو في الدين بماذا؟ تأمرني بماذا؟ الأمر من الأمور التعليقية، لا يمكن أن يأتي الأمر بلا أن يكون هناك مأمور به. ففي مرحلة مقدمة على الأمر يجب أن يكون هناك زيد حتى أنت تأمرني بماذا؟ بإكرامه. يجب أن يكون هناك خمر حتى المولى هكذا يعني في النهي ينهاني عن شربه. تجب أن تكون هناك صلاة حتى المولى يأمرني بالإتيان به. فمرحلة المأمور به اللي هو مرحلة متعلق التكليف مقدمة على مرحلة نفس التكليف ومرحلة نفس الأمر. فالقيود التي تنشأ بعد تحقق الأمر تكون في رتبة متأخرة عن الأمر، اللي بالنتيجة تكون في رتبتين متأخرتين عن ماذا؟ عن المتعلق، عن الواجب. لذا أساسا أصلا لا يتمكن للمولى أن يقول حتى إذا قصد القرب دخيل في غرضه، حتى إذا قصد القرب كان دخيلا في غرضه، المولى لا يتمكن أن يقول لك في مرحلة جعل وجوب الصلاة، في مرحلة الأمر بالصلاة يتمكن يقول صل مع الطهارة، لأن الطهارة من القسم الأول، ما يرتبط الصلاة عن طهارة الصلاة بدون طهارة. هذا التقسيم بلحاظ الأمر لا. صل عن طهارة، صل إلى القبلة، صل مع الطمأنينة، صل مع طهارة الجسد، صل فيما يؤكل لحمه، يعني لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، صل مع كثير من القيود. ولكن لا يتمكن أن يقول لك صل مع قصد القرب، لأنه قصد القرب يعني شنو؟ هاي قصد القرب رتبة متأخرة. شلون هذا قصد القرب اللي
هو في رتبة ثالثة، أنت افترضته في الرتبة الأولى في رتبة نفس المتعلق، لأنه صار شرطا للمتعلق أو جزءا للمتعلق. هاي المطالب اللي نقولها كلها تكرار لما في أصول مظفرها، مو مطلب جديد. ولكن اتضح الآن لا يمكن ذلك، فكونوا وياه. شلون احنا بدأنا هذا المبحث؟ ان اطلاق الصيغة هل يقتضي نفي التعبدية ام لا يقتضي؟ يعني بعبارة اخرى، صلي، ائت بالصلاة، إلى اطلاق من هاي الجهة او ما إلى اطلاق من هاي الجهة. بعبارة اخرى يعني شنو؟ يعني قيد قصد القربة من القسم الاول اللي يمكن اخذه في الواجب، فاذا لم يؤخذ وشككنا في هذا القيد نتمسك بإطلاق الدليل لنفيه. أو لا، قيد قصد القربة من القسم الثاني كما هو الصحيح عند صاحب الكفاية، من القسم الثاني اللي أساسا هذا القيد لا يمكن أخذه في الدليل. فإذا راجعنا إلى الدليل وشفنا المولى قال افعل وما قال بقصد القربة، نقدر نقول هنا قصد القربة شنو؟ مو واجب، مو معتبر، لأن المولى لم يقيد. يقول الإطلاق إنما هو فيما كان متمكنا من التقييد. في هذا القيد المولى لا يتمكن من التقييد، يعني حتى لو كان قيد قصد القربة دخيلا في غرض المولى ما يقدر يجي، لأنه يستلزم هناك محظورات عقلية كالخلف والدور وما تقدم. تضح الأمر؟ تضح شنو صار أو لا؟ الوظيفة هنا بأنه العقل يحكم، العقل يستقل. أنا شلون العقل يستقل؟ بحث آخر. العقل ينظر إلى هذا العمل ويرى بأن هذا العمل، في اليوم السابق ذكرنا يعني في الدرس السابق، بأنه هذا العمل شكل شنو؟ عبادي. شكل شنو؟ عمل عبادي. يعني الدفن عند العقل، يعني عند العرف غير الصلاة. العرف يقول الدفن ليش الله أوجبه؟ لما صالح نعرفها، مو لنتقرب إلى الله. الغرض من الدفن مواراة الجثمان، خلاص، إخفاء هذا الجسد. أما الصلاة العقل يقول لا، هاي الصلاة تختلف. فالصلاة عندما تختلف العقل يقول بأنه العمل العبادي يشترط فيه قصد القرب. تضح شنو صار أو لا؟ شوفوا هاي العبارة، أنا هنا كاتب عبارة جوابا على سؤالكم. إن العقل هو الذي يستقل باعتبار قصد القربة في الواجبات التي سيقت لأجل التقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، على نحو إذا لم يقصد بها القربة لم تكن عبادة. العقل يقول هذا العمل مو مثل ما أدري إكرام الوالدين. إكرام الوالدين مو عمل عبادي، لا، إنها مصالح واضحة. لم يجعل الإحسان إلى الوالدين لأجل التقرب إلى الله. أما الصيام، أما الحج، لا، واضح هاي أعمال عبادية. فالعقل يقول ها هنا يجب قصد القرب. والشارع قد اتكل واعتمد في اعتبار قصد القرب على حكم العقل. هذا تفصيل إن شاء الله يأتي. ولكن المهم أنه الشارع لا يتمكن أن يبين قيد قصد القرب حتى لو كان الواجب تعبديا في لسان الدليل، يعني في مرحلة، بعبارة دقيقة، في مرحلة تشريع وجوب ذلك الواجب، لأنه الواجب مقدم على تشريع وجوبه، وقصد القرب مؤخر عن تشريع الوجوب. فلا يمكن أخذ قصد القرب اللي هو في المرحلة الثالثة قيدا للواجب، أي أخذه في المرحلة الأولى. لذا قلنا في القسم الثاني إذا شككنا في قصد القربة في هذا القسم من القيود اللي أساسا لا يمكن أخذها في لسان الدليل، لا يمكن تقييد الواجب، تقييد المتعلق بها، هنا لا إطلاق أصلا. ليش لا إطلاق؟ لأنه لا يمكن التقييد. مثل جدار أعمال، لا، معناه غير بصير. فعدم وجود القيد لا يعني الإطلاق.
حتى نتمسك بإطلاق الدليل اعتق رقبة، نتمسك بإطلاق اعتق رقبة فيما لو احتملنا كونه تعبديا واعتبار قصد القربة فيه لنفي التعبدية، لنفي قيد قصد القربة. بنو المهم اعتقوا الرقبة لان سواء مع قصد القربة أو بدون قصد القربة، فإطلاق ما له. اتضح الآن؟ هذا زين اتضح إن شاء الله. خب هذا هو المطلب الأول اللي طلبا يعني لطلب بعض الإخوة نحن شرحنا هذا المطلب ثانيا بصورة أكثر تفصيلية وتوضيحية. نرجع إلى عبارة المصنف. المصنف رحمة الله عليه قال بأن قصد القربة من القسم الثاني، لا يمكن أخذ قصد القربة حتى لو كان دخيلا في الغرض، وحتى لو كانت صحة العمل وسقوط الواجب وامتثال التكليف متوقفا عليه في لسان الدليل، لا يمكن تقييد المتعلق تقييد الواجب به في لسان الدليل. لماذا؟ لمحذورين ذكرهما. المحذور الأول قلنا بأنه هناك تقريبان للمحذور الأول، محذور في عالم التشريع، محذور الدور ومحذور الخلف، أي تقدم الشيء على نفسه، وبعبارة أخرى كون الشيء الواحد مقدما ومؤخرا. هذا تقدم بيانه. اليوم شوفوا وتوهموا. هذا المتوهم، هذا التوهم، لا نقول متوهم، هذا القائل، هذا الشخص، هذا المستشكل، هكذا نقول، عنده إشكال على كلا المحذورين. يقول لصاحب الكفاية لا مانع من أخذ قصد القربة، اللي هو الآن قصد القربة يعني شنو؟ يعني قصد الأمر، قصد الامتثال، قصد امتثال الأمر. لا مانع من أخذ قصد الأمر في متعلق التكليف، أي يقول الله تبارك وتعالى أعتق رقبة مؤمنة بقصد القربة، بقصد الأمر، لا مانع. وكلا المحذورين اللذين ذكرتهما يا صاحب الكفاية مندفعان. أما المحذور الأول وهو محذور الدور أو تقدم الشيء على نفسه فاندفاعه ببيانه. البيان الأول إن المتقدم على متعلق، إن المتقدم على الأمر هو متعلق الأمر في عالم التصور لا في عالم خارج. يعني في الرتبة الأولى شنو عندنا؟ اللي هو متقدم على الأمر المتعلق في عالم التصور، يعني قبل أن يأمر المولى بالصلاة لابد أن يتصور الصلاة ثم يأمر بها. فالذي هو متقدم على الأمر شنو هو؟ متعلق الأمر، متقدم واضح. يا متعلق الصلاة الخارجية أم الصلاة المتصورة؟ المتعلق مقدم صحيح على الأمر لكن تقدمه في عالم التصور، يعني المتعلق المتصور مقدم على الأمر الخارجي. المولى أولا يجب أن يتصور إكرام زيد ثم ماذا؟ ثم يصدر الأمر بإكرام زيد، ولا إذا ما يتصور يصدر الأمر تجاه ماذا؟ فالمتعلق بطبيعة الحال كما هو واضح مقدم على الأمر، لكن تقدمه بيا وجوده. هل بوجوده الخارجي مقدم على الأمر أم بوجوده؟ واضح، بوجوده المتصور. يعني المولى يتصور إنقاذ الغريق، تصور ثم يأمر لأنه يجب عليك إنقاذ الغريق. فالمتقدم على الأمر هو الإنقاذ المتصور مو الإنقاذ الخارجي. وإلا قالوا بأنه إذا قلتم بأن المتصور على الأمر نفس الإنقاذ الخارجي وبعد أمر ما يحتاج، يعني لازم الإنقاذ الخارجي يتحقق بعدين المولى يأمر بهذا الإنقاذ الخارجي. إذا الإنقاذ حصل في الخارج المولى لا يتمكن أن يأمر به لأنه من تحصيل الحاصل، أمر تحصيل الحاصل. إذا العبد صلى، إذا العبد أكرم زيد، يعني شنو مولا يقول له أكرم بعد؟
فما هو متقدم رتبة على الأمر هو المتعلق في عالم التصور. المتعلق في عالم التصور مقدم على الأمر. نجي إلى المتعلق. القائل بإمكان أخذ قصد الأمر اللي هو قصد القربة، بإمكان أخذ قصد الأمر في متعلق التكليف. شنو يقول؟ يقول هذا قصد الأمر المأخوذ في متعلق التكليف، مو قصد الأمر الخارجي، إنما هو قصد الأمر المتصور. يعني المولى يتصور الصلاة ويتصور الاتيان بالصلاة بقصد الأمر، فهذا قصد الأمر اللي أخذ في المرحلة الأولى في الرتبة الأولى. في رتبة المتعلق شنو هو؟ قصد الأمر المتصور. اتضح شنو صار؟ ثم يأتي الأمر عندما المولى تصور الموضوع بتمامه، اللي هو حسب فرض المخالف. بعد حسب فرض المخالف الصلاة مع قصد الأمر تصوره، فهنا يأمر بهذا المتصور. نعم، الذي هو متأخر عن الأمر شنو هو؟ قصد الأمر في الخارج، لأنه ما دام أن المولى لم يأمر لا يمكن للمكلف أن يقصد الأمر، أن يأتي بالصلاة مع قصد الأمر. فقصد الأمر الخارجي في الخارج متوقف على صدور الأمر، أما تصور قصد الأمر متوقف على صدور الأمر. الإنسان يتمكن أن يتصور الصلاة مع قصد أمرها، يعني الصلاة مع أن يكون الاتيان بها بقصد أمرها بلا أن يتصور بلا أن يكون هناك أي أمر في الخارج. نعم، المتوقف على الأمر الخارجي القصد الخارجي، فما توقف عليه الأمر القصد المتصور، وما يتوقف على الأمر شنو هو؟ القصد الخارجي. القصد بوجوده الخارجي متوقفون على الأمر. خلوا أنا أقرأ. شوفوا، قلنا هذا رد المحذور الأول، وهناك تقريبان لهذا الرد. التقريب الأول: تقدم متعلق الأمر على الأمر إنما هو بلحاظ عالم التصور، فإنه لا بد أن يتصور المولى المتعلق أولا ثم يوجه الأمر تجاه ذلك المتصور. فقصد الامتثال المتصور ضمن تصور المتعلق، لأنه صار ضمن المتعلق بعد كلام الطرف الآخر، مقدم على الأمر الخارجي. أما والمتأخر عن الأمر إنما هو القصد خارجا، فإنه لا يمكن قصد الأمر في الخارج، يعني وجود القصد، إلا بعد وجود الأمر خارجا. فاندفع محذور الخلف وكون الشيء الواحد مقدما. لا، هذا مو شيء واحد مقدم والمؤخر. المقدم هو القصد المتصور، القصد في عالم التصور. المؤخر شنو هو؟ القصد في عالم الخارج. وتقدم الشيء على نفسه، الشيء لم يتقدم على نفسه. اللي تقدم على قصد الأمر في الخارج هو قصد الأمر في عالم التصور. وهكذا يندفع الدور، لأن الأمر الخارجي متوقف على قصد الأمر. الأمر الخارجي متوقف على شنو؟ متوقف على المتعلق. القصد اللي هو ضمن المتعلق يقص القصد المتصور. الأمر الخارجي متوقف على قصد الأمر بوجوده التصوري ضمن تصور المتعلق، والمتوقف على الأمر هو قصد الأمر بوجوده الخارجي. فالمتوقف عليه الأمر القصد في عالم التصور، والمتوقف على الأمر القصد في عالم الخارج، فلا دور ولا خلف. هذا خلوا في البيان الثاني معكم. البيان الثاني بأنه القصد، دققوا هذا البيان اكو إشكال على البيان الأول، ولكن لأنه ذكروا البيان أنا ذكرتهما، اكو إشكال على البيان الأول. هذا البيان الثاني ذلك الإشكال لا يرد عليه. شنو البيان الثاني؟ البيان الثاني بأنه قصد الأمر المأخوذ في متعلق الأمر مو قصد الأمر الشخصي، إنما هو
قصد طبيعة الأمر. دقيقوا، قصد طبيعة الأمر، يعني المتعلق شنو هو؟ المتعلق شو هنا؟ مو الفرق. التقريب الأول كان مبنيا على فكرة التصور والخارج، هكذا دفع الدور ودفع الخلف، أنه المتعلق في عالم التصور القصد الذي هو متأخر، المتقدم هو في عالم التصور، والمتأخر هو في عالم الخارج بالشكل، فاندفع الدور واندفع الخلف. هذا لا، يقول أصلا لا، المقدم غير المتأخر. المتقدم يعني القص الذي يوجد في الرتبة المتقدمة، القص الذي هو ضمن المتعلق، هو قيد المكلف، قيد الواجب، هو مأخوذ في المتعلق، يا قصد طبيعة الأمر. يعني الأمر تعلق بماذا؟ في الرتبة الأولى ماذا يوجد؟ الصلاة مع قصد طبيعة الأمر، مو مع قصد أمر خاص، لا، مع قصد طبيعة الأمر. الصلاة التي يؤتى بها بداعي طبيعي الأمر، كلي الأمر. طبعا هذا في مرحلة المتعلق، ثم يأتي الأمر ويتعلق بهذا المتعلق. صحيح؟ يأتي الأمر في الرتبة الثانية، المولى يقول ائت بهذا المتعلق. شنو هذا المتعلق؟ هذا المتعلق الصلاة مع اتيانها بداعي شنو؟ بقصد ماذا؟ طبيعي الأمر. صحيح؟ تعلق الأمر بها. الآن نجي في مرحلة الخارج اللي هو متأخر في الرتبة الثالثة. في الرتبة الثالثة الذي يتوقف على الأمر شنو هو؟ الاتيان بالصلاة مع قصد الأمر الشخصي، هذا الأمر بخصوصه، اللي هو إن قلت شنو الرابط بين هذا الصلاة مع قصد الأمر الشخصي؟ الأمر الشخصي يعني شنو؟ يعني هذا الأمر الجزئي، هذا الصلاة اللي تعلق في الرتبة الثانية بالصلاة مع قصد طبيعي الأمر. إن قلت هاي الصلاة في الرتبة الثالثة، هاي الصلاة اللي أنا أصليها مو مع قصد امتثال طبيعي الأمر، أنا أصليها مع قصد شنو؟ بداعي امتثال هذا الشخص من الأمر، هذا الشخص الخاص من الأمر اللي تعلق. نقول خب إن قلت بأنه ما هو الارتباط بين هاي الصلاة وبين المأمور بها اللي هي الصلاة مع قصد امتثال كلي الأمر؟ قلت بأنه هذا الشخص الأمر فرد لكلي اتضح شنو صار؟ فهذه الصلاة التي تأتي بها بداعي شخص هذا الأمر هو مصداق للمأمور به، هو مصداق للمأمور به، لأنه هو قال الصلاة التي يؤتى بها بداعي طبيعي الأمر، وهذا الفرد من الأمر فرد من طبيعي الأمر، لأنه في الخارج امتثال الطبيعي لا يكون إلا بامتثال أفراده. إذا قال أكرم العالم فأنت تقدر تكرم طبيعة العالم؟ لا، إلا أن تكرم زين. فالذي الأمر متوقف عليه اللي هو في رتبة متقدمة قصد طبيعي الأمر، ولكن الذي هو متوقف على هذا الأمر وهو في رتبة متأخرة قصد شخص هذا الأمر. زين إن شاء الله اتضح؟ واضح إن شاء الله. أنا لهذا البحث لأنه شوفوا قلت كلمات الأخ مضطربة وبحث دقيق، أكثر من 10 كتب شفت، يعني شفت حاشية السيد البوذي، شفت حقائق السيد الحكيم، ما أدري، شفت تعليقات القوشاني، شفت تعليقات المشكيني، شفت المنتقى، وهاي الشروح الموجودة أيضا وغيرها شفت، يعني عدة من 10 كتب بدون مبالغة، مع الوصول، مع الإيضاح، مع الشيخ الإيرواني، ما أدري، مع بداية الوصول، مع عناية الوصول، مع منتهى، ربما 11. فهذا ما وصلت إليه. اتضح شنو صار؟ فشوفوا بهذا أيضا اندفع الدور واندفع تقدم الشيء على نفسه. المتقدم قصد طبيعي الأمر، المتأخر قصد ماذا؟ قصد شخص الأمر، هذا الأمر الشخصي اللي الآن صدر. اتضح الأمر. الدور دورا ماكو، الآن متوقف على متعلقه اللي في المتعلق أكو قصد طبيعي الأمر، والذي يتوقف على الأمر قصد الشخص هذا الأمر، فلا دور ولا خلف. اتضح الأمر. هذا في دفع المحذور الأول. سؤال:
الآخوند شنو جواب عن هذا الدفع؟ الآخوند يسلم لهذا الدفع. الآخوند يقول نعم كلامكم صحيح، المحذور الأول اندفع، المحذور الأول اندفع. تسلسل البحث ما يروح من إيدكم. الآخوند قال بأن قصد القربة لا يمكن أخذه في متعلق الأمر، في الواجب التعبدي لا يمكن أخذه في متعلق، لازم العقل يفتهم، العقل يكشف ويقول. أما الشرع لا. ليش لا يتمكن؟ لمحذورين. المحذور الأول محذور في عالم التشريع، أساسا لا يمكن تشريع ذلك، لا يمكن تشريع وجوب الواجب مقيدا بقصد الأمر. ليش؟ لمحذور الدور والخلف. هذا المتوهم، هذا وتوهم، جاء وأجاب عن المحذور الأول بجوابين حسب بياني، بجوابه. الآخر يسلم يقول نعم كلامكم صحيح. هذا بالنسبة إلى المحذور الأول ومناقشته وتسليم الآخر أمام هذه المناقشة. لذا الآخر يرفع اليد عن المحذور الأول. نجي إلى المحذور الثاني. المحذور الثاني احنا بارحة شرحناه، يعني بارحة الدرسية يوم الأربعاء شرحناه. تذكرون قلنا هذا المحذور، هذا الشرح اللي ذكرناه أحد الاحتمالات في هذا المحذور. قلت إذا تراجعون إلى مختلف، يعني هم السيد في المنتقى، السيد الروحاني، هم في العناية، هم الراضي في البداية، ذكروا بأنه أصلا أساسا أكو هناك محذور ثاني أو ماكو هناك محذور ثاني في كلام الآخوند. البعض قالوا بأن الآخوند يشير إلى محذور واحد، البعض قالوا لا، الآخوند يشير إلى محذورين. لذا أريد أقول كلمات كانت مضطربة. احنا في الجلسة السابقة ذكرنا أحد الاحتمالات في المحذور الثاني اللي قلنا بأنه مو محذور عقلي، محذور واقعي ناظر إلى الواقع الفقهي. أما اليوم اللي هذا الذي أقوله هو ربما هو الصحيح، والأكثر ذكروا هذا، يعني مثلا السيد البرجيخ تلميذ الآخوند، ما أدري سيد محسن الحكيم تلميذ الآخوند، هؤلاء ذكروا هذا. هو هذا الإشكال اللي اليوم نذكره. فاليوم نريد نبين المحذور الثاني ببيان آخر اللي يكون أيضا محذور عقلي. شوفوا شنو المحذور الثاني، ارجعوا إلى العبارة. لاستحالة ثانيتها، شوفوا الاستحالة بعد منا بدأ، لاستحالة هذا كان المحذور الأول، فما لم تكن كان المحذور الثاني. تشوفون العبارة أو لا؟ في قولي وثانيتها، ثانيتها بعد كم سطر؟ الاستحالة، قلنا الاستحالة إشارة إلى محذور الدور والخلف اللي جاوبنا عنه والآخر لم يسلم الجواب. المحذور الثاني، المحذور الثاني دليل. المحذور الثاني يعني الاحتمال الآخر في المحذور الثاني هو أنه دققوا، المعتبر في التكليف أن يكون التكليف مقدورا، لا يصح تكليف العاجز. لا يصح أن المولى يكلف العبد دقيق المطلب. هذا الدقيق اللي دا أقوله، لا يمكن للمولى أن يكلف العبد بأمر هو عاجز عنه. الآن نأتي إلى ما نحن فيه. الآخوند يدعي بأنه أساسا إذا المولى قال ائت اللي هو الأمر، هذا ائت يعني الأمر، ائت بماذا؟ بالصلاة، مو بس الصلاة. الطرف الآخر شنو بده يقول؟ نريد نبين محذور هذا بعد. إذا المولى قال ائت بالصلاة مع قصد القربة، اللي معنى قصد القربة يعني شنو؟ يعني ائت بالصلاة مع قصد الأمر، مع قصد امتثال أمرها. بعبارة أخرى اللي غالبا الحواشي هكذا عبروا، ائت بالصلاة بداعي أمرها. الآخوند يقول لا يمكن ويستحيل للمكلف أن يمتثل هذا الأمر. ليش؟ لا يمكن. إذا الآن المولى قال لكم في مقام التشريع، قال صل بداعي أمرها،
يعني صل الصلاة بداعي أمرها، هذا لا يمكن امتثاله. لماذا؟ شنو يجي في ذهنكم؟ هذا أصلا لا يمكن امتثاله. ليش لا يمكن امتثاله؟ لأنه أساسا لا وجود لهذا الواجب، ما له وجود حتى أنا أكلف به. هذا الواجب ما له وجود. التكليف بشيء لا يوجد، التكليف بشيء لا يوجد، وهذا لا يمكن. ليش ما له وجود؟ هذا تعبيري. في المثال ذكره السيد الجر رحمة الله عليه في الوصول، هذا المثال للتقريبها فقط. شوفوا، إذا أنا قلت إذا المولى قال للعبد ائتني بالماء بداعي أمر عمرو، جيب لي ماء، لكن اتيانك بالماء لي يكون بداعي ماذا؟ يكون امتثالا لأمر عمرو إليك بإتيان الماء. خب فد مرة ذاك عمرو أمره، يعني عمرو أمر العبد، عمرو ابن المولى، عمرو أمر العبد بأن يأتي الماء للمولى، فالمولى يأتي بعد أمر عامر ويقول للعبد لأنه شنو؟ يا عبد ائتني بالماء بداعي أمر عامر. يمكن ذلك أو لا يمكن؟ يمكن. يعني العبد يأتي بالماء للمولى ويقصد من هذا الاتيان امتثال أمر من؟ عامر. يصير أو ما يصير. أما إذا عامر أصلا لم يكن قد أمر العبد، أنا عمرو عبدا قريب، هذا الابن ابن المولى اللي اسمه عمرو، الابن أصلا لم يأمر العبد بإتيان الماء، فيش ما قايل له، فالمولى يأتي ويقول للعبد أيها العبد ائتني بالماء بداعي أمر عمرو. هل يتمكن العبد من امتثال هذا الأمر؟ يتمكن أو لا يتمكن؟ المولى أمره بماذا؟ أمره بمركب. اتيان الماء مقيد بشنو؟ مقيد بأن يكون هذا الاتيان بداعي أمر عمرو. إذا عمرو أصلا لا يأمر العبد باتيان الماء، فالعبد يتمكن من امتثال أمر المولى بأنه ائتني بالماء بداعي أمر عمرو؟ يتمكن أو لا يتمكن؟ لا يتمكن. يقول ما له، لأنه أصلا موضوع ما له هذا الأمر. لا يعرف بعد العبد، يعرف عام في هذا المثال اللي دققوا في المثال. العبد يعرف بأنه ابن أمره أو لا، فالعبد يرى بأنه أساسا لا يتمكن من امتثال هذا الأمر. ليش؟ لأن المولى لا يريد مني اتيان الماء، وأنا أجيب كلمة أودينا وين؟ المولى يريد مني المركب، يريد مني اتيان الماء. اللي هذا اتيان الماء يكون الداعي وراه شنو؟ امتثال أمر عمرو. خب ما دام عمرو لم يأمرني، هذا زين اتضح، هذا مثال للتقريب. هذا خوش مثال رحمة الله عليه. خب الآن نأتي فيما نحن فيه. المولى شنو دا يقول؟ هذا أمر المولى تعلق مو بالصلاة، هذا خب كلامنا، نقول أمر المولى تعلق بالصلاة، قصد القربة أصلا ما موجود في متعلق الأمر، قصد القربة ما له وجود. أما الطرف الآخر شنو يقول؟ يقول لا ممكن. المولى قال يجب شنو؟ الصلاة مع قصد الأمر. نقول أنا يجب علي أن أصلي يا صلاة، أن أصلي الصلاة المجردة. ماذا يجب علي؟ المولى الآن قل لك بأنه أيها العبد صل بداعي الأمر إلى هذه الصلاة. بداعي الأمر يعني شنو؟ يعني بداعي الأمر إلى هذه الصلاة. الآن أنت ماذا تفعل؟ شنو تسوي؟ هل هناك وجود للصلاة بداعي أمرها؟ ما له وجود. دقيقوا، لأن المفروض أن هناك أمران، كلوا وياي، أن هناك أمران واحدا. هذا الأمر الواحد تعلق بشنو؟ تعلق بالصلاة مع داعي أمرها. هذا أمرها يعني مع داعي الأمر إلى شنو؟ إلى هاي الصلاة. سؤال، هل هناك أمر بالصلاة المجردة؟ شوفوا، الأمر تعلق بمجموع بمركب،
هذا المركب صلاة مع داعي أمرها، يقول ائت بهذا المركب، هذا المركب ما له وجود، لأنه هذا المركب هي الصلاة مع الاتيان بها، زائد الاتيان بها بداعي أمرها. سؤال، أكو أمر بالصلاة؟ أكو أمر بالصلاة؟ لا، لأن هذا الأمر مو بالصلاة، هذا الأمر اللي الآن صدر بالمجموع، هذا الأمر هو تعلق بالمجموع. فالصلاة هذا المجموع، خل نجي إلى هذا المجموع. هذا المجموع شنو هو؟ هذا المجموع الصلاة زائد اتيانها بقصد أمرها. سؤال، أصلا عندنا الصلاة اللي يعني بعبارة أخرى أنتم ايش تقولوا؟ المولى بيقول يجب عليك ماذا؟ الصلاة المأمورة بها بداعي أمرها، يعني من متفرعات الأمر بها بعد. سؤال، نحن قبل هذا الأمر عندنا بدون، مع غض النظر عن هذا الأمر، عندنا الصلاة مأمور بها؟ لا. هذا الأمر لا يجعل الصلاة مأمورة بها، هذا الأمر يجعل شنو مأمور بها؟ هذا الأمر الموجود يجعل الصلاة مع داعي الأمر مع قصد القربة مأمورا بها، ولا يجعل نفس الصلاة مأمورا بها. نقطة دقيقة. شوفوا، هذا الأمر لم يتعلق بالصلاة، فالصلاة بهذا الأمر ما صار مأمور بها. لا يمكن الآن الصلاة الاتيان بالصلاة بداعي أمرها، لأنه أمر مال الصلاة. هذا الأمر تعلق بالصلاة زائد اتيانها بداعي شنو؟ الأمر المتوجه إليها. أنا أسألكم، هل هناك أمر متوجه إلى الصلاة حتى أنا آتي بهذا المجموع؟ هل هناك أمر؟ لا، ماكو. المفروض أن هناك أمرا واحدا. نعم، يمكن ذلك أنه شلون؟ شو مثال عامر، صح؟ أمر يمكن ذلك بأنه المولى أولا يقول تجب عليك الصلاة المجردة، ثم يأتي في أمر ثاني يقول ائت بتلك الصلاة بداعي ذلك الأمر الأول. هنا يصير ائت بالصلاة بداعي الأمر الأول، لأن الأمر الأول تعلق بالصلاة المجردة. فيصح من المولى يأتي في مرحلة ثانية يقول بأنه ائت بتلك الصلاة بداعي الأمر المتوجه إلى تلك الصلاة، لأن ذلك الأمر كان متوجها إلى ذات الصلاة المجردة عن قصد القربة. أما إذا كان هناك أمر واحد كما هو مفروضنا أن هناك أمران واحدا، المولى يأتي في هذا الأمر الواحد ويقول لك بأنه ائت بالصلاة، مجرد بعد بالصلاة مع قصد القربة، أي مع قصد امتثال أمر تلك الصلاة. فأسأله وين أكو أمر بتلك الصلاة حتى أنا آتي بتلك الصلاة بقصد امتثال أمر ذلك الصلاة؟ أمر تلك الصلاة أكو ماكو. إذا نقول هذا الأمر بعد شنو؟ أقول هذا الأمر لم يتعلق بالصلاة، هذا الأمر تعلق بماذا؟ تعلق بالصلاة مع ذلك القيد، فالصلاة المجردة لا أمر لها. هذا الأمر مو بالصلاة المجردة، أمر آخر بالصلاة المجردة المفروض شنو؟ عدمه. نحن وهذا الأمر، فهذا المتعلق لا وجود له، أنا لا وجود له بهذا المعنى، يعني أنا العبد لا أتمكن من أن أصلي بقصد الأمر المتعلق بشنو؟ بهذه الصلاة. صلي مع قصد القرآن يعني شنو؟ يعني صلي مع قصد الأمر المتعلق بهذه الصلاة، ماكو أمر متعلق بهذه الصلاة حتى أنا أصلي مع قصد ذلك الأمر، بقصد امتثال ذلك الأمر. حتى المولى يجي يقول بأنه يجب عليك الاتيان بهذه الصلاة بقصد ماذا؟ بقصد امتثال أمرها. أقول أصلا ماكو أمرها، مثل أنه جئني بالماء بقصد امتثال أمر عام، يا أمر أصلا ما أمر. زين إن شاء الله اتضح حتى ما نشرح زايد بعد. أحسنتم. هذا هو المحذور الثاني، هذا هو الاحتمال الآخر في المحذور اللي صار محذور عقلي. أصلا في مرحلة الامتثال لا يمكن امتثال هذا الأمر. فالمحذور الأول كان محذورا بلحاظ عالم التشريع اللي أجبنا عنه. المحذور الثاني محذور بلحاظ ماذا؟ عالم الامتثال اللي صاحب الكفاية يقول ما له الجواب إلى هنا. خلوا أنا أطبق. شوفوا
ثانيتها إن التقرب المعتبر في التعبدي إن كان هذا قصد القربة اللي هو المعتبر في الواجبات التعبدية بمعنى قصد امتثال الأمر المتوجه إلى ذلك الواجب، وكان بمعنى الاتيان بالواجب بلا داعي. ما هو داعيك دافعك تجاه الاتيان؟ بداعي أمره، الأمر المتوجه إلى ذلك الواجب. كان مما يعتبر في الطاعة عقلا. هذا البيان اللي ذكرته مهم كان يعني شنو؟ هذا بيان السيد الفيروزآبادي، أي إن العقل هو الذي قد استقل باعتبار قصد القربة في الواجبات التي سيقت لأجل التقرب بها إلى الله تعالى على نحو إذا لم يقصد بها القربة لم تكن عبادة. العقل يفهم بأنه هذا الواجب، بأنه الصلاة مو مثل الدف، فلذا العقل يقول بأنه هاي الصلاة الدف هالشكل ادفع، وانت شنو؟ انت ممتثل. أما الصلاة لا، إذا تريد تصلي لازم تكون هناك شنو؟ لازم في الصلاة تقصد بأنه أنا دا أصلي لأجل أن الله أمر بها، بداعي أن الله أمر بها. والشارع قد اتكل في اعتبار هذا القصد على حكم العقل. هذا بيان السيد الفيروزآبادي. أكو بيان آخر بأنه شوفوا، أنا هذا البيان عيفوا بأنه أصلا مفهوم الإطاعة لا تتحقق إلا مع القصد. الآن هذا البيان بعد يصير تطويل. لا مما أخذ في نفس العبادة شرعا. الشارع لا يتمكن أن يأخذ قصد القربة قيدا في الواجب، لا يتمكن. ليش لا يتمكن؟ وذلك لاستحالة أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الأمر في متعلق ذلك الأمر. محذور الدور والخلف، واضح؟ محذور الدور والخلف مطلقا لا يمكن أخذ ذلك القيد من القسم الثاني، لا بنحو الشرطية للواجب ولا بنحو الشطرية للواجب. المحذور الثاني اللي اليوم ذكرنا الاحتمال الآخر في اللي قلنا هذا الاحتمال، ذلك الاحتمال اللي بارحة ذكره بعض الشراح، ولكن احتمال سهل. وذلك الاحتمال صار في الشكل واقعا هالشكل جيد، محذور جيد. ولكن هذا المحذور اللي اليوم ذكرنا لا، محذور عقدي. فما لم تكن المحذور الأول محذور الاستحالة، محذور في عالم التشريع. فما لم تكن محذور في عالم الامتثال. فما لم تكن نفس الصلاة المجردة، الصلاة من غير أخذ قصد القربة فيها متعلقة للأمر، لا يمكن اتيان هذه الصلاة بقصد امتثال أمرها. لأنه إذا أتيت بالصلاة المجردة بقصد امتثال أمرها، الصلاة المجردة لا أمر لها حتى تأتي بها بقصد امتثال أمرها. إذا أردت الاتيان بالصلاة مع قصد امتثال أمرها اللي إله هذا ذلك الأمر إله وجود، نقول هذا المتعلق ما له وجود، لأنه ائت بالصلاة بقصد أمرها. الصلاة بقصد أمرها ما له وجود، يعني بقصد الأمر المتوجه إليهم. ما عندنا أمر متوجه إليها، حتى الأمر الجديد يأتي ويقول بأنه صلي بداعي ذلك الأمر القديم اللي متوجه إلى الصلاة. لم تكن نفس الصلاة متعلقة لله، الصلاة مو متعلقة لله، هناك أمر واحد. لا يمكن اتيان الصلاة المجردة بقصد امتثال أمر تلك الصلاة، لأنه أساسا لا أمر بالصلاة المجردة، وذلك لعدم الأمر بالصلاة المجردة حسب الفرض. وتوهم إن شاء الله بعد إحنا شرحناه، خلوه في بالكم، طالعوا حتى باب باكر بعد نشرح. وتوهم إحنا مقدار رد المحذور الأول شرحناه، بقي رد المحذور الثاني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.